بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا اول محاضره معانا في كورس الهيستولوجي. طبعا المفترض ان حضراتكم عارفين ان ماده الهيستولوجي دي اسمها علم الانسجه والخلايا، صح كده؟ فالمفترض ان الهيستولوجي او علم الانسجه احنا بندرس انسجه جسم الانسان المختلفه تحت الميكروسكوب، بمعنى ان احنا بناخد الانسجه المختلفه في جسم الانسان وكل خليه في جسم الانسان ونبدا نفحصها ونشوف شكلها ايه تحت الميكروسكوب. خلي بالكم، واضح ان ماده الهيستولوجي ده بتتعامل مع حاجات دقيقه جدا لدرجه ان احنا ما بنشوفهاش ايه بعينينا، ده احنا بناخد الانسجه وبنشوفها تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. فكده اول حاجه حضرتك عرفتها الهيستولوجي هو مين؟ هو عباره عن علم الانسجه. فبندرس الانسجه بتاعت جسم الانسان، بس طريقه دراستها ازاي؟ ان احنا بناخد الانسجه دي ونبص على شكلها تحت الايه؟ الميكروسكوب، ونشوف تركيب الانسجه في الميكروسكوب. فهمنا كده؟ فالماده دي ماده دقيقه وهو علم وصفي على فكره، عامل شكل الاناتومي. عارفين الاناتومي التشريح هو وصف، بس الاناتومي وصف الحاجات انا شايفها ايه بعينيا. يعني انا في الاناتومي الدكتور بيقول لك في عضله يا ابني هنا اسمها كذا، ما انت شايفها موجوده وتقدر تشوفها في المشرحه وتقدر تشوف، فهي حاجه انا بشوفها بعينيا. لكن انا هاجي اقول لك هات العضلات بقى اللي انت درستها في الاناتومي دي، هات منها حته وتعالى نبص عليها في الايه؟ في الميكروسكوب. فاحنا بنوصف حاجات، يعني احنا علم وصفي زيه زي مين؟ زي الاناتومي، بس الاناتومي بيوصف حاجات بيشوفها ايه؟ بعينيه، بينما احنا عندنا بناخد نفس الحاجات اللي انت هتدرسها في كل ماده بس هنبص عليها تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. يبقى اول معلومه حضرتك عرفتها النهارده معانا ان احنا بنتكلم عن ماده اسمها ماده الهيستولوجي اللي هو علم الانسجه. طبعا احنا المفترض عايزين ندرس انسجه الانسان. الموديول اللي احنا فيه ده المفروض اسمه انترودكشن يعني مقدمه. انا ما اقدرش اشرح لك جسم الانسان لما نبدا اصغر وحده موجوده في جسم الانسان. اصغر حاجه في جسم الانسان هي الخليه. احنا دلوقتي عمالين نقول ان الهيستولوجي هو علم الايه؟ الانسجه. انا ما اقدرش ادرس لك الانسجه الا لما تدرس اصغر مرحله في جسم الانسان اللي هي الخليه الاول. بعد ما تخلص الخليه وتفهمها كويس، بعد كده نتنقل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الايه؟ الانسجه. فهمنا القصه دي؟ فاحنا عشان كده اول حاجه بندرسها هي السل اللي هي الخليه. طب سؤال بقى، هو احنا بندرس ايه؟ خليه ايه؟ يعني في خليه معينه في جسم الانسان بندرسها، وانما الخليه اللي احنا هندرسها او اول شابتر عندنا هندرسه الخليه ده هو الخليه بشكل عام. يعني احنا مش هندرس خليه معينه في جسم الانسان، لان طبعا كل خليه في مكان معين مختلفه. خليه الكبد غير خليه الايه؟ طحال، غير خليه الجلد، غير خليه العين، غير خليه الشعر. بس احنا هندرس الامور المشتركه بين كل الخلايا. يعني احنا هندرس الخليه بشكل ايه؟ بشكل عام. اتمنى ان حضرتك تكون فهمت ان احنا عندنا الهيستولوجي. طبعا انتوا عارفين ان كلمه هيستو اللي في الاول دي، عارفين القصه دي؟ هيستو بمعنى ايه؟ تيشو يعني ايه؟ نسيج. واولوجي دي بمعنى ايه؟ ساينس يعني علم. فكلمه هيستولوجي معناها علم الايه؟ الانسجه. فهمتوا؟ وخلي بال حضرتك ان احنا كل مصطلح طبي هندرسه في الماده هتلاقي ان المصطلح الطبي ده بيتقسم الى مقاطع. زي ما احنا قسمنا كلمه هيستولوجي ايه؟ نصين، وطلع كل مقطع فيها له معنى معين. كذلك لما ندرس اي مصطلح كبير في الماده هتلاقيني بقسمه لك واقول لك يا ابني القطعه دي معناها كذا وده معناه كذا وده معناه كذا. فانت لازم تاخد بالك من الموضوع ده، ان اي مصطلح طبي عندنا بيتقسم الى مقاطع بهذا المنظر. ممتاز. يبقى احنا اتفقنا ان اول شابتر فعلي عندنا في المنهج اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ذا سيل. بندرس مين؟ بندرس الخليه. اشمعنى بدانا بدراسه الخليه؟ باعتبارها هي الوحده البنائيه لجسم الانسان. مما يتكون جسم الانسان؟ من خلايا. جسم الانسان عباره عن ايه؟ خلايا. فانا ببدا بايه؟ بالخليه عشان ناخد من الحاجه الاصغر ونطلع بقى بعد شويه هندرس حاجات اعلى من الخليه، ندرس بقى الانسجه وكده. فهمنا القصه دي؟ ممتاز. واحد هيقول يا دكتور طيب انت دلوقتي النهارده هو اول محاضره في الكليه ما اسمهاش سيل، ده اسمها مايكرو تكنيكس. حتى الورق اللي معاك اللي انا اديته لحضرتك النهارده ده عنوانه هتلاقي حاجه اسمها مايكرو تكنيكس. يعني ايه مايكرو تكنيكس؟ وليه احنا ما بداناش بالمحاضره اللي اسمها مايكرو تكنيكس زي اول محاضره في الكليه؟ بص يا سيدي، كلمة مايكرو تكنيكس معناها طرق تحضير العينات لتكون صالحة للفحص تحت الميكروسكوب. ايه؟ شوف عنوان الشابتر اسمه ايه؟ مايكرو تكنيكس. يعني ايه كلمة مايكرو تكنيكس؟ ركزوا معايا يا اولاد. اول محاضرة في الكلية اسمها ايه؟ مايكرو تكنيكس. اول محاضرة انا ببدأ بيها دلوقتي اسمها ايه؟ سيل. طب بتقول لي انت ليه ما بدأتش باول محاضرة؟ ما انا هفهمك دلوقتي واحدة واحدة. افهم بقى. اول شابتر عند حضرتك او اول محاضرة في الكلية اللي اسمها ايه؟ مايكرو تكنيكس. يعني ايه المحاضره دي؟ يعني ايه كلمه مايكرو تكنيكس؟ كلمه مايكرو تكنيكس معناها طرق تحضير العينه لتكون صالحه للفحص تحت الميكروسكوب. اصلا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا ما بنجيبش العينات من جسم الانسان كده ونحطها مباشر ايه؟ تحت الميكروسكوب. ده في خطوات بنعملها، لان انا لو جبت عينه من جسم الانسان حطيتها تحت الميكروسكوب كده مش هشوف كويس، هتكون الحاجات مش واضحه.
لكن في حاجات احنا بنعملها في النسيج الاول قبل ما نحطه تحت الايه؟ الحاجات بقى اللي احنا بنعملها دي اسمها مايكرو تكنيكس. ما معنى كلمه مايكرو تكنيكس؟ هي الخطوات اللي انا بعملها في العينه لتكون صالحه للفحص تحت الايه؟ الميكروسكوب. فهمنا؟ ودي خطوات ريليتد اكتر للبراكتيكال، هيقعد يقول لك هنقطع العينه ونقطع العينه مقاسها كذا وبعدين ندخلها على جهاز والجهاز. طيب المحاضره دي انا شارحها لحضرتك في 3 فيديوهات. هات بعد اذنك كده المذكره، هتبص كده على الكفر بتاع المذكره هتلاقي 3 فيديوهات. طبعا انا ليه عامل 3 فيديوهات؟ خلي بالك حضرتك في الشرح بتاعنا ان شاء الله هتلاقيه منظم بشكل مرعب، يعني انت تحس ان انت محطوط في سيستم استحاله تطلع منه مش فاهم. اشمعنى قسمته؟ ما هي محاضره واحده في الكليه، ليه انا قسمتها 3 فيديوهات؟ لان جوه الشابتر ده في 3 عناوين كبار، فانا عملت لك كل عنوان بفيديو. فهتلاقي العنوان الاول او الفيديو الاول بيشرح طرق تحضير العينه، اللي هي الخطوات اللي انا هعملها علشان العينه تنفع تتحط تحت الايه؟ الميكروسكوب. الفيديو الثاني بيتكلم عن حاجه اسمها انواع الصبغات المستخدمه في الفحص، عن الستيننج. فالفيديو رقم 2 بيتكلم عن عنوان الصبغات ازاي. طبعا لان انتوا عارفين ان من ضمن الخطوات اللي انا بعملها عشان احضر العينه بضيف حاجه اسمها ستين اللي هي الايه؟ الصبغه. ليه بحط صبغه؟ علشان الحاجات اللي في النسيج تبدا تظهر اكتر. بمعنى انا لو جبت نسيج من جسم الانسان شفته تحت الميكروسكوب زي ما انت بتشوفه في التيك توك وانت قاعد تلعب كده بالليل، تلاقي واد يقول لك ايه، تعالى نشوف الاندومي تحت الميكروسكوب، تعالى نشوف مش عارف مين تحت الميكروسكوب. الحاجات لما بتبقى على طبيعتها بيبقى مش باينه كويس، لكن لما بتجيب نسيج من جسم الانسان، لان الانسجه خلي بالك اللون بتاعها شفاف، خصوصا ان احنا بنقطعها رفيع قوي عشان تبقى صالحه للميكروسكوب. فانا علشان اشوف الحاجات اللي في النسيج كويس لابد من ضمن الخطوات اللي انا بعملها ان انا بضيف حاجه اسمها ستين اللي هي ايه؟ صبغه. ايه فايده الصبغات؟ ان كل حاجه جوه النسيج بتاخد لون مختلف، فتلاقي حاجات في النسيج بقى لونها ازرق، حاجات بقى لونها احمر كده. الحاجات لما تاخد الوان مختلفه انا اعرف ايه؟ اشوفها كويس. يبقى من ضمن الحاجات اللي انا بعملها بعمل الستيننج. وعلشان الصبغات دي مهمه فانا عملت لك الفيديو اللي في النص ده بيشرح انواع الصبغات المستخدمه في علم الهيستولوجي. يعني اول فيديو حضرتك انتوا فاهمين انا بعمل ايه؟ وحياة امي انا قلقان. اول شابتر يلا عندنا اسمه مايكرو ايه؟ مايكرو تكنيكس. المايكرو تكنيكس انا مقسمه 3 فيديوهات. الفيديو الاول اللي هي الخطوات اللي انا بعملها علشان العينه تتحضر للميكروسكوب. الفيديو الثاني انواع الصبغات اللي انا بضيفها على الانسجه. الفيديو الثالث انواع الميكروسكوبات التي تستخدم في فحص الانسجه، لان احنا عندنا كذا نوع من الايه؟ من الميكروسكوبات. حد فاهم الشابتر متقسم ازاي؟ يعني فهمت القصه دي؟ طب ليه انا ما ابداش بيه ما اشرحوش هنا على البورد؟ يعني ليه انا ما بداتش المحاضره دي وحضرتها لك فيديو اونلاين؟ لان في الحاجات دي في حاجات دقيقه قوي بيحتاج ان انت تركز معايا في صور معينه بعملها لك على في الاونلاين، صور انت هتشوفها احسن من انا اشرحها لك على البورد. لكن علم الهيستولوجي نفسه بقى اللي هو بعد كده الشابترز اللي جايه لا شرحها بالبورد احسن، لان انا برسم بايديا ما بعتمدش على رسومات من على النت. لان دي بالتجربه، انا لما اجيب لك رسمه جاهزه انت مش هتفهم زي ما انا ارسم قدامك من الاول. حد فاهم انا بعمل ايه؟ ففي الحصص العاديه اللي هو الشابترز العاديه اللي معانا السيل والابيثيليوم والكونكتيف تيشو اوفر فيو، الشابترز اللي علينا كلها هنشرحها لك على الايه؟ على الوايت بورد، وبعدين نقرا الورق اللي معانا. فهمتوا كده؟ لكن اول شابتر ده له طبيعه خاصه. اولا ان هو عملي اكتر منه نظري، لان انا عمال بقول لك هنقطع الانسجه ازاي، هنصبغها ازاي. فعشان كده جهزته لك فيديوز ان شاء الله هتسمعوها هتلاقوا الموضوع لطيف جدا جدا وهتتبسط مني في الفيديو زي ما انت مبسوط مني دلوقتي ان شاء الله. ولا انت رايك ايه؟ طيب زي الفل. فاحنا دلوقتي عرفنا، هل فهمنا قصه؟ خلي بال حضرتك انا ببدا معاك افهمك علشان العشوائيه حاجه سيئه جدا. بمعنى ان اللي داخل الكليه ومش فاهم ايه اللي بيحصل ما بقاش عارف هو بيعمل ايه، مش فاهم ايه مايكرو تكنيكس وايه. فانت فهمت خلاص قصه المايكرو تكنيكس. هو اول شابتر عندنا في المنهج مشروع اونلاين متقسم 3 فيديوز، كل فيديو بيتكلم عن عنوان معين. وعلى فكره في الفيديو عارف انا بعمل ايه؟ بتلاقي الشاشه مقسومه نصين، انا قاعد بشرح لك على وايت بورد والناحيه الثانيه المذكره دي مفتوحه قدامك، وكل كلمه اشرحها هروح اقراها من الورق. فانت هتلاقي نفسك عارف بتعمل ايه، بتكتب ورايا وبتترجم و100 وكل حاجه، ما بتتوهش، لان دي نقطه مهمه. ما انا ممكن افهمك واسيبك، هتلاقي نفسك عندك عقبه. بمعنى ان انا مثلا شرحت لك وانت فهمت خلاص ومشيت، طب انا مين اللي ايه اللي هيقرا معايا؟ ما انا عايز حد يقرا لي الكلام اللي مكتوب. فانت المحاضره هتلاقيها ايه؟ نصين، انا قاعد في نص بشرح لك مايكرو تكنيكس، والنص الثاني مفتوح جنبك مين؟ الورق هو اللي في ايدك، بحيث ان كل كلمه احددها تروح حضرتك ايه؟ تلاقيها في الورق. فهمنا يا اولاد القصه دي؟ انا طبعا بفهمك النظام لان احنا لما نبقى فاهمين نظام بعض هنرتاح مع بعض ان شاء الله. المهم دلوقتي ان انا النهارده جاي علشان ابدا مع حضرتك مين؟ اول شابتر فعلي عندنا في المنهج هو شابتر رقم 2 في كتاب الكليه وفي المذكره بتاعتنا، لكنه يعتبر الشابتر الفعلي الاول في ماده الهيستولوجي، وهو ذا سيل. بيتكلم عن
الخليه هي البيزك structural and functional unit of the body. عارف يعني ايه structural and functional unit؟ يعني الوحده البنائيه والوظيفيه في جسم الانسان. انا دلوقتي بناء الانسان الاستراكشر بتاعه يتكون من ايه؟ من خلايا. فالخليه هي الوحده الايه؟ البنائيه لجسم الانسان. يبقى الخليه هي البيزك structural unit يعني الوحده البنائيه، وفانكشنال يونت يعني الوحده الوظيفيه. انا عشان افهم جسم الانسان والوظائف بتاعته لازم افهم مين الاول؟ الخليه. فالخليه دي تعتبر ايه تعريف الخليه؟ الخليه تعتبر هي البيزك structural and ايه functional unit of the body. حد فاهم يعني ايه القصه دي؟ يعني هي الوحده البنائيه والوظيفيه لجسم الانسان. تسلم. او ورق السيل موجوده يا ولاد الحمد لله. زي الفل. افتح بقى كده معايا اول صفحه عند حضرتك. هات كده بعد اذنك. بصوا يا ولاد كده عندكم في الورق هتلاقي اول شابتر فعلي عندنا اسمه ايه؟ السيل اللي هو الخليه. شوف ايه اول كلمه مكتوبه تحت الخليه؟ مكتوب انها الاستراكشرال اند فانكشنال يونت يعني الوحده الايه؟ البنائيه والوظيفيه لجسم الانسان. ممتاز. خلي بال حضرتك بالمناسبه قبل ما نبدا ونكمل الشرح بتاعنا عشان نكون متفقين على كل حاجه، احنا عندنا في الكورس بيبقى في كذا مره شرح. يعني الشرح المره الاولى اللي هو الشرح بهدوء، ان انت بتسمع المعلومات للمره الايه؟ الاولى، فمحتاج ان اللي بيكلمك يكون بيكلمك بتفصيل شديد، وان كل معلومه في كتاب الكليه انت مش متخيل المذكره بتاعتنا دي متراجعه ازاي مع كتاب الكليه. يعني لما تحط الاثنين جنب بعض هتلاقي نفس المعلومات متطابقه بنسبه 100%. ولكن الحلو عندنا ان احنا بنعمل ايه؟ مايند مابس. يعني بص كده على المذكره، اديها لي بعد اذنك عشان الناس اللي في الاونلاين برضو معانا يشوفوا. بص يا ريس دلوقتي حضرتك المذكره لما تيجي تبص تلاقي مثلا حاجه زي كده مكتوبه في كتاب الكليه ورا بعضها عادي يعني باراجراف. لا انا اعملها لك مثلا جدول. تلاقي مثلا ان انا بدي لك مقدمه عن الشرح قبل ما نشرح، فالمعلومات هي لكن كل الفكره عندنا في الورق ان انت هتلاقي الورق فيه صور توضيحيه، فيه مايند مابس. فدي حاجه كويسه جدا هتنفعك. وانا بعتمد على الذاكره البصريه بشكل انت لا تتخيله، بمعنى ان انا المذكره بتاعتي دي عامل فيها حاجات معينه تخليك تفتكر الكلمات الرئيسيه. انت مثلا هتيجي تبص تلاقي فيه كلام ملون بالاحمر، كلام ملون بالازرق. انا بعمل حاجه معينه انت هتكتشفها مع الوقت، ان انا الكلمات المهمه بلونها بلون مهم عشان حضرتك تاخد بالك. فانت دلوقتي ممكن تذاكر منين؟ مصدر المذاكره حاجه من الاثنين، يا كتاب الكليه وده عادي وطبيعي وهتلاقي نفسك ماشي معانا في الكورس 100%، يعني الكلام مظبوط جدا 100%، هتلاقي هو نفس الكلام. يا اما كتاب الكليه بس متعدل، اللي هو الورق بتاعنا متعدل ازاي؟ ملون، معمول فيه خرائط ذهنيه، معمول فيه، فاهمين الفكره؟ انما هو نفس الكتاب عشان انت ما تحتارش. فانا يعني عشان الخص لك الموضوع حاجه من الاثنين. لو انت شخص قلوق، في واحد بيبقى متوتر قلقان كل شويه هيروح يبص في الكتاب يشوف احنا ماشيين معاه صح ولا لا، ذاكر من كتاب الكليه وخلاص. لو انت كده، لو انت راجل جميل وبتثق فيا وانا ان شاء الله انت هتثق فيا مع الوقت، ذاكر من الورق بتاعنا على طول. فهمنا القصه دي؟ طيب زي الفل. ان شاء الله واحنا بنشرح المره الاولى اللي حضرتك احنا بنشرح فيها دي بيكون الشرح بالراحه بالهداوه. بعد كده بنعمل فيديوز ريفيجن. فيديوهات الريفيجن دي بتبقى اونلاين، محدش معايا، بسجلها على الورق ده، لان انت خلاص فهمت. يعني انت في المره الاولى فهمت المنهج، انا في المره الثانيه انت فهمت بس عايز حد يلم لك الموضوع، عشان مثلا الامتحان بعد يومين وانت مش هينفع تقعد تسمع 20 فيديو، انت عايز تخلص الموضوع. فخلاصه الموضوع دي ليها فيديوهات لوحدها. فاحنا دلوقتي الشرح لما حضرتك تدخل عندنا في الاونلاين ان شاء الله، خلي بالكم ان معظم الدفعه بتبقى اونلاين. الحضوري بس انا جاي عشان انا ما بحبش اقطع الاتصال اللي ما بيني وما بين الطالب تماما، لازم تشوفني على الاقل مره، تشوف الراجل ده ظهره ده عامل ازاي يعني، فهمت كده؟ فانت شفتني واطمنت كده بقى، عادي احضر اونلاين لو انت عايز. هتلاقي في الاونلاين ان شاء الله الشرح العادي، وهتلاقي حاجه اسمها فيديوهات المراجعه السريعه. ايه فيديوهات المراجعه السريعه دي؟ اللي انت بتسمعها وانت داخل ايه؟ الامتحان. انا دلوقتي خلاص فهمت، فهمت خلاص، انا عايز بقى ايه؟ خلص لي الموضوع. وفيديوهات التدريب على الاسئله، عندنا بنك اسئله محترم جدا متحدث السنه دي. لو انت حد معاه كتاب MCQ بتاعي من السنين اللي فاتت، لا كتاب السنه دي مختلف في حاجه. ايه اللي مختلف فيه؟ انه مترتب بالدروس، بمعنى ان انت هتدخل هتلاقي كل درس لوحده عليه اسئله، مش الشابتر كامل. يعني قبل كده كان الكتب بيبقى الشابتر كامل على بعضه، فانت مثلا درست النهارده درس صغير فمش عارف تحل ايه. لا المره دي خلاص هو الكتاب هيبقى كل درس صغير عليه ايه؟ اسئله لوحده. فانت لو داخل كتاب الMCQ بتاعنا تحل على نقطه صغيره
هتلاقي الام سي كيو بتاعها موجود. فاهمين يا ولاد لا عادي عادي موجود PDF هينزل في كل حته ما تقلقش. هو اصلا بيبقى مجانا مع الكورس يعني اللي هو الكتب كلها نظري وام سي كيو. فاهمين القصه دي؟ طيب توكلنا على الله. المهم كده ان احنا فهمنا نظام الشرح، فهمنا يعني ايه مايكرو تكنيكس ولا ايه. انا قلقان عليكم شويه. خلاص فهمت قصه مايكرو تكنيكس هتذاكروها ان شاء الله على طول النهارده ماشي. وعرفنا ان اول شابتر بنبدا في دراسته على البورد بتاعتنا كده اللي هو مين؟ السيل اللي هو الخليه. عايز اعلمك حاجه ان احنا لما نيجي نبدا ندرس اي شابتر لابد تعمل له حاجه اسمها مايند ماب. يعني ايه مايند ماب؟ خريطه ذهنيه. يعني ايه؟ انا عايز افهم دلوقتي انت بتقول لي هندرس السيل، والسيل دي هو اكبر شابتر عندك على فكره بالنسبه للموديول ده. يعني اكبر شابتر في المنهج الموديول ده اسمه ايه؟ السيل الخليه. طب الشابتر الكبير ده انا هدرس ايه جواه؟ علشان تفهم شابتر الخليه جواه ايه لازم اعمل لك الخريطه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. شوف يا ريس، عندنا يا اولاد عايزين حاجه نمسح ايوه بص يا سيدي، طبعا حضرتك عارف ان الخليه لما تيجي تبص عليها كده بتلاقي ان الخليه دي بتتكون من جزئين. بص كده شوف الخليه فيها حاجتين. طبعا البتاع اللي في النص دي اسمها نيوكليوس. حد عارف نيوكليوس؟ اللي هي النواه، صح كده؟ اي خليه فيها حاجه كده في النص كبيره اسمها ايه؟ النيوكليوس. النواه دي على فكره هي اهم حاجه في الخليه، وهي اللي فيها المعلومات اللي اقدر بيها ابني اي حاجه في الخليه. بمعنى انا دلوقتي عايز اصنع انزيم، عايز اصنع بروتين، عايز اصنع اي حاجه في الخليه، برجع لمين؟ للنيوكليوس. هي اللي عندها الDNA. الDNA اللي جواها هو اللي انا باخد منه المعلومات. فواضح ان من اهم الحاجات في الخليه مين؟ النيوكليوس اللي هي النواه. يبقى اذا الخليه فيها اول حاجه من محتوياتها عندنا حاجه اسمها ايه؟ نيوكليوس اللي هي النواه. امال المنطقه دي كده اسمها منطقه ايه؟ اسمها منطقه السيتوبلازم. يبقى الخليه طلع فيها كام حاجه؟ حاجتين. المنطقه اللي بره دي كده اسمها منطقه السيتوبلازم، والبتاع اللي في النص دي اسمها النيوكليوس. فالخليه كده طلع فيها حاجتين. ايه هما؟ قول سيتوبلازم وايه كمان؟ ونيوكليوس. ممتاز. احنا هنأجل النيوكليوس شويه لكن هنبدا دراسه بمنطقه السيتوبلازم. فانا عايز ادرس الحته دي اللي هي اسمها ايه بقى؟ اللي بره دي اسمها السيتوبلازم. يا اخوانا احنا بندرس شابتر ايه النهارده عشان انا قلقان عليكم شويه؟ السيل الخليه فيها كم مكون او فيها كم جزء؟ 2. ايه هما؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. هنبدا دراسه مين؟ السيتوبلازم. يتكون السيتوبلازم من 4 مكونات. كذلك النيوكليوس. خليكم معايا. تتكون السيتوبلازم من كم مكون؟ 4. كذلك النيوكليوس ان شاء الله لما نيجي ندرسها هتطلع بتتكون من كم مكون؟ 4. مش ملاحظ حاجه؟ ان التقسيمه منظمه والارقام موحده، وده حاجه على مستوى المنهج كله هتلاقيني اعملها لك. بمعنى ان احنا لما ندخل اي شابتر هتلاقي مثلا لو الناحيه دي فيها 4 يبقى الناحيه الثانيه 4، 3 يبقى 3، 2 يبقى فاهم؟ حاجه منظمه عشان تقدر تحفظ. ممكن تقولوا لي احنا بنعمل ايه النهارده؟ بندرس مين؟ سيل فيها كم حاجه؟ 2. ايه هما؟ سيتوبلازم وايه؟ ونيوكليوس. السيتوبلازم جواه كم مكون؟ والنيوكليوس جواها كم حاجه؟ احنا هنبدا بمين النهارده؟ السيتوبلازم. تعال نشوف ايه هما ال4 حاجات اللي موجودين في منطقه الايه؟ السيتوبلازم. يلا بينا. اول حاجه السيتوبلازم ده فيه سائل. السائل اللي موجود جوه الخليه اسمه سيتوزول، او ساعات يحبوا يقولوا عليه في كتاب الكليه الماتريكس. واحد يقول لي ثانيه واحده بس كده عشان انا حصل لي ايرور. انت دلوقتي قلت لي السائل اللي في الخليه اسمه ايه؟ سيتوبلازم، وحالا بتقول لي السائل اللي في الخليه اسمه سيتوزول. انا مش فاهم حاجه. هو السائل اللي في الخليه اسمه ايه؟ يعني الميه اللي ماشيه جوه الخليه. ركز بقى معايا. لو احنا جوه الخليه وانتوا عضيات يعني ميتوكوندريا عارفينهم؟ ريبوزوم. في سائل ماشي في الخليه صح؟ السائل اللي ماشي في الخليه ده ما بين العضيات وبعضها اسمه سيتوزول، او ايه اسمه ايه؟ ماتريكس. لكن السائل بالعضيات كلهم على بعض لا، دول اسمهم ايه؟ سيتوبلازم. يعني مين اكبر من مين؟ السيتوبلازم اكبر من حاجه اسمها ايه؟ سيتوزول. ده السيتوزول ده من مكونات الايه؟ السيتوبلازم. حد فاهم حاجه؟ يبقى السائل ده المنطقه دي كلها اسمها ايه؟ فيها ميه. الميه اللي ماشيه اسمها ايه؟ سيتوزول. فالسيتوزول هو عباره عن، او الماتريكس ده هو عباره عن السائل الخلوي. لو انت عايز تترجمه بالعربي يعني ايه كلمه سيتوزول؟ يعني ايه كلمه سيتوزول؟ قول يا واد انت اهو. يعني السائل اللي هو السائل اللي موجود جوه الخليه. على فكره السائل اللي جوه الخليه ده
ما بيبقاش زي الميه، يعني مش خفيف زي ما انت متخيل كده. يعني السائل اللي جوه الخليه ده مش ميه، مش نفس قوام الميه، بيبقى عارف زي الجل كده، تقيل شويه. او بيبقى كولويدال سوليوشن. عارف يعني ايه كلمه كولويدال؟ يعني محلول غروي. عارف يعني ايه غروي؟ يعني مش ميه بس، ميه مذاب فيها حاجات مخليه القوام بتاعها تقيل. هسال حضراتكم سؤال، السائل اللي في الخليه اسمه ايه؟ قول لي يلا، اسمه ايه؟ سيتوزول او اسمه ايه؟ هل نفس قوام الميه ولا اتقل؟ لا اتقل. السائل ده بيكون تقيل شويه. السائل ده تقيل ليه؟ لانه مش مجرد ميه. انتوا عارفين السائل ده عباره عن ايه؟ يعني هو في طبعا كده احد مكوناته لازم يكون فيه ايه؟ ميه. يعني كده السائل الخلوي فيه ميه، بس الميه دي في حاجات تانية موجوده جواها، يعني فيها شويه ليبيد، يعني دهون، وبروتين، عارفين يعني بروتينات، وكربوهيدرات، عارفين يعني سكريات. عارفين القصه دي كلها اللي هي ليبيد، دهون، ها، وبروتين وكربوهيدرات، وفيه مينرالز. عارفين يعني ايه مينرالز؟ معادن. انتوا عارفين المعادن دي بتعمل ايه جوه الخليه؟ يعني ليه الميه اللي في الخليه فيها معادن؟ مش انتوا عارفين زمان لما كنت تدرس مثلا في الثانوي او في الحاجات اللي فاتت دي التفاعلات الكيميائيه، كان دايما يرسم لك على التفاعل، يقول لك مثلا سهم التفاعل لك حط عليه اف اي ام جي، اللي هي الحاجات بتعمل ايه في التفاعلات؟ بتسرع التفاعلات. واضح ان الخليه من جوه فيها ايه؟ مينرالز. المينرالز او المعادن اللي موجوده دي اللي هي بتسرع، بتعمل كاتاليست، عارف يعني بتسرع التفاعلات الكيميائيه اللي موجوده جوه الخليه. كمان السائل اللي جوه الخليه ده بتلاقي فيه ايونز، يعني ايونات. كمان بتلاقي فيه سولتس، يعني املاح. كمان بتلاقي فيه اكسجين، ثاني اكسيد الكربون. الله، كل دي حاجات موجوده في السائل اللي موجود في الخليه. انا عايز حد يقول لي احنا فين دلوقتي اصلا، عشان انا قلقان عليكم. بندرس الخليه. الخليه فيها كم مكون؟ 2. وايوه كده شاطرين، ها. سيتوبلازم ونيوكليس. سيتوبلازم فيه كم حاجه؟ 4. والنيوكليس فيها كم حاجه؟ احنا في مين النهارده؟ اول حاجه في السيتوبلازم حاجه اسمها ايه؟ يعني ايه سيتوزول؟ هو السائل اللي في الخليه. يفرق حاجه عن السيتوبلازم؟ السائل لوحده اسمه سيتوزول، اما السائل بالعضيات بكل الحاجات اللي جوه الخليه اسمها ايه؟ سيتوبلازم. فمين اكبر من مين؟ السيتوبلازم اكبر من السيتوزول. طب حد يعرف بالراحه كده يفهمني السيتوزول او اسمه الثاني ايه؟ ماتريكس. ده عباره عن السائل الخلوي. جواه ايه؟ يعني السائل اللي في الخليه ايه محتوياته؟ محتوياته ايه؟ ووتر وليبيد وبروتين وكربوهيدرات ومينرالز، معادن وايونات واملاح واكسجين، وكل الحاجات اللي ربنا خلقها ماشيه في هذا السائل اللي موجود جوه الخليه. الحاجه الثانيه اللي موجوده في السيتوبلازم ومهمه جدا 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 جدا، حاجه اسمها اورجانيلز. يعني ايه كلمه اورجانيلز؟ العضيات. واحد يقول لي طيب ماشي انت ترجمتها لي ترجمه حرفيه بس انا مش فاهم يعني ايه عضيات. ركز بقى معايا. كلمه عضيات معناها الحاجات الاساسيه الضروريه جوه الخليه التي تتوقف عليها حياه الخليه، اللي لو ماتت الخليه تموت. اي حاجه جوه الخليه مهمه واساسيه وضروريه في حياه الخليه، والحاجه دي لو باظت الخليه تبوظ، يبقى اسمها عضيات. عارفين العضيات زي مين؟ زي مثلا الميتوكوندريا. عارف الميتوكوندريا؟ عارف الريبوزوم؟ عارفين الحاجات دي؟ الشبكه الاندوبلازميه، الحاجات دي كلها اسمها العضيات. ما معنى عضيات؟ يعني حاجات ايه؟ اساسيه في حياه الايه؟ الخليه. يعني الميتوكوندريا دي لو ماتت ايه اللي يحصل في الخليه؟ الخليه ايه؟ هتموت. الريبوزوم لو باظ الخليه هتموت. الجهاز جولجي لو باظ. الحاجات دي كلها اسمها العضيات. حد فهم يعني ايه العضيات؟ هي الاشياء قول معايا الاساسيه الضروريه في حياه الخليه، اللي لو ماتت الخليه ايه؟ هتموت. عرفني يعني ايه كلمه اورجانيلز؟ طيب عشان كده الاورجانيلز دي تقدر تقول انها حاجات بالنسبه للخليه بتكون اسينشال، يعني اساسيه. عارفين كلمه اسينشال يعني حاجه ايه؟ اساسيه. وبتكون حاجه بيرمننت. عارف يعني ايه كلمه بيرمننت؟ يعني دائمه. دائمه بمعنى ان لازم الخليه يكون فيها ايه؟ عضيات. انتوا فاهمين القصه دي؟ يعني ما ينفعش مثلا حاجه من العضيات تغيب، ما ينفعش الخليه يقول لك والله ده ما عادش فيها ميتوكوندريا، مفيش حاجه اسمها كده، هتموت. فالعضيات بتكون حاجات ما تقولوا يا جماعه انت لسه ما دخلتوش في المود ولا ايه؟ يلا ده احنا عندنا الماده كبيره. اسينشال يعني ايه؟ اسينشال يعني حاجات يعني ايه كلمه اسينشال؟ يعني حاجات اساسيه. وبيرمننت يعني حاجات دائمه. ودايما العضيات بتكون بتؤدي فايتال فانكشن. عارف يعني ايه؟ يعني لها دور مهم في الخليه. ودايما العضيات بتكون حاجه اكتف، يعني نشطه وبتستهلك طاقه. حد يعرف يقول لي عضيات يعني ايه كده بالراحه؟ الاورجانيلز يعني ايه؟
بالمفهوم. انا مش عايز كلمه ترجمه ان انت تقول لي اورجانيلز يعني عضيات، انا عايز افهم يعني ايه عضيات. اي حاجه جوه الخليه اساسيه وضروريه ومهمه، ولو باظت الخليه تبوظ كده يبقى اسمها ايه؟ العضيات. ايه امثله على العضيات اللي حضرتك تعرفها؟ مثلا رايبوزومز، ميتوكوندريا، جولجي اباريتس، عارفين الحاجات دي كلها؟ دي هي دي العضيات. فهمنا القصه دي؟ ممتاز. على فكره عكس العضيات في حاجه في الخليه اسمها انكلوجنز. اسمها ايه؟ انا عايزك تقول عشان تحفظ معايا. حاجه اسمها ايه؟ انكلوجن. انكلوجن دي لو جيت تترجمها كده هتطلع لك بمعنى المخزنات. واحد يقول لي والله الترجمه دي شكلها مش جايبه همها، كل ما ترجم حاجه يطلع مصطلح اصعب من الانجليزي، يطلع واحد. يعني ايه مخزنات؟ شوف، المخزنات هي الحاجات اللي مش اساسيه قوي ومش ضروريه قوي في حياه الخليه. ثانيه واحده. واضح كده ان الانكلوجن دي عكس مين؟ الاورجانيلز دي كانت حاجات ايه؟ اساسيه وضروريه ومهمه في حياه الخليه. الانكلوجن هي حاجات غير اساسيه وغير ضروريه وغير مهمه قوي في حياه الخليه. واحد يقول لي زي ايه؟ ما انا عايز افهم برضه. اقول لحضرتك على حاجه. نفترض ان واحد بياكل دهون كتير زي حالاتي كده، بحب الاكل الدسم مثلا، معلش مش مشكله، انا اضرب مثال بيه، حد لي اضرب مثال بنفسي. حضرتك دلوقتي انا باكل وجبه دسمه فيها دهون، الدهون اللي داخله جسمي اعلى من المطلوب، صح؟ اصبح دلوقتي ان انا عندي الخلايا بتاعتي مليانه دهون زياده، بمعنى ان انت لو جبت خليه في جسمي اهي هتلاقي ان الخليه دي فيها شويه ايه؟ زياده. قطع ايه؟ دهون. قطع دهون زياده في الخليه بسبب ان انا باكل دهون كتير. اسالك سؤال بقى، هل قطع الدهون اللي في الخليه دي اساسيه في الخليه؟ حاجه مهمه ولا حاجه زياده؟ حاجه زياده، ده ملهاش لازمه، ده انت اللي واكل كتير فالخليه مخزنه دهون جواها بزياده. هل الحاجه دي اورجانيل؟ لا طبعا. امال دي اسمها ايه بقى؟ انكلوجن. حد فاهم يعني ايه كلمه انكلوجن؟ الانكلوجن هي الحاجات اللي مش اساسيه ومش ضروريه ومش مهمه قوي في الخليه، عكس مين؟ الاورجانيلز. تعالى كده حضرتك نكتب ما معنى انكلوجن. الانكلوجن هل هي اسينشال ولا نون اسينشال؟ يعني مش ايه؟ مش اساسيه. هل هي بتبقى بيرمننت يعني دايما موجوده في الخليه؟ لا، تمبرري. عارف يعني ايه كلمه تمبرري؟ يعني مؤقته. مؤقته ازاي؟ تخيل ان انا احترمت نفسي وبطلت اكل، ايه اللي هيحصل في الدهون؟ هتدوب، هتروح. كلت تاني هتزيد. واضح انها ايه؟ بتروح وتيجي. فعشان كده تمبرري يعني حاجه ايه؟ مؤقته. موجوده موجوده، مش موجوده عادي. لكن مين اللي لازم يبقى موجود؟ حد فاهم يا ولاد الفرق بين اورجانيلز وانكلوجن ولا لسه؟ ادخلوا بقى معايا في مود الدراسه. يبقى احنا عندنا الاورجانيلز والانكلوجن، مين فيهم اساسي وضروري ومهم؟ اورجانيلز. مين مش اساسي او مش ضروري؟ الانكلوجن. الانكلوجن دي بتكون نون اسينشال وتمبرري ونون فايتال، وبتكون ميتابوليكالي انرت او ان اكتف. عارف يعني ايه ان اكتف؟ يعني غير ايه؟ نشطه، او تقدر تقول انها انرت. كلمه انرت يعني ايه؟ خامله. انا هقول لك على حاجه، انت لما تدخل جوه الخليه، انا عايزك تتخيل العلم عشان تعرف تحفظه. احنا لما ندخل جوه الخليه هتلاقي العضيات عمال كل واحد بيدي للتاني، وده شغال والميتوكوندريا شغاله وجهاز جولجي شغال. طب الدهون الزياده مركونه ما بتعملش حاجه، فعشان كده بتعتبر انها ايه؟ خامله. فهمنا الفرق بين كلمه اورجانيلز وانكلوجن؟ مين فيهم حلو وجميل وابن ناس واكتف ونشط وشغال ولذيذ وبيعمل حاجات مهمه وبنحبه؟ اللي هو الايه؟ مين فيهم مش مهم قوي ومش ضروري ومش اساسي ومركون؟ الانكلوجن. فهمنا الفرق بين كلمه اورجانيلز وانكلوجن؟ ممتاز. اخر حاجه من مكونات السيتوبلازم، اتمنى تكون فاهم احنا بنعمل ايه، اوعى تكون نسيت. لا ثانيه واحده، احنا فين؟ في الخليه. الخليه فيها كام حاجه؟ 2. سيتوبلازم ونيوكليس. احنا في مين؟ لقينا في سائل في السيتوبلازم اسمه، ولقينا في عضيات مهمه جدا اسمها اورجانيلز، ولقينا حاجات متخزنه مش مهمه قوي اسمها انكلوجن. كل دي حاجات موجوده عندنا. بقى كمان حاجه اسمها سيتوسكيلتون. الحقيقه ان حضرتك ان شاء الله هتعرف معانا واحنا شغالين في المنهج ان السيتوسكيلتون ده بالمناسبه بص 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 بص، كلمه مقسومه ايه؟ فاكر لما قلت لك لما يجي كلمه كبيره هتلاقي كل مقطع له معنى؟ فاكرين حاجه زي كده؟ سايتو يعني سيل يعني خليه، سكيلتون يعني هيكل. فكلمه سيتوسكيلتون معناها ايه بالعربي؟ اللي هي عباره عن حاجه اسمها ايه؟ هيكل الايه؟ يعني ايه هيكل الخليه؟ انا مش فاهم. دلوقتي حضرتك لو دخلت جوه خليه بتلاقي فيها اعمده. شايف العمود اللي وراك ده في القاعده؟
شايف العمود اللي في القاعه دي؟ شايفين الاعمده دي؟ جوه الخليه بتلاقي برضو اعمده كده، حاجات بتسند الخليه. الحاجات اللي بتسند الخليه بقى، يعني انا عندي دي خليه، الاقي مثلا كده في انابيب وخيوط واقفه كده في الخليه بتعمل لها ايه؟ بتسندها، بتعمل لها دعامه، بتحافظ على شكلها. الحاجات اللي بتسند الخليه دي اسمها ايه بقى؟ حد عرف يعني ايه كلمه سايتوسكيلتون؟ ما هو السايتوسكيلتون؟ هيكل الخليه. يعني ايه هيكل الخليه؟ ده بيحافظ على الشيب اوف ذا سيل، بيحافظ على شكل الخليه. ده بيعمل ايه كمان في الخليه؟ بيعمل لها سبورت. وهنعرف كمان لما ندرسه ان شاء الله بالتفصيل انه بيساعد على عمليات الترانسبورت اللي هي النقل داخل الخليه. يعني السايتوسكيلتون ده بيعمل 3 حاجات. بيحافظ على ايه في الخليه؟ شكل الخليه، بيعمل لها دعم سبورت. وهنعرف كمان انه عشان هو بيتكون من انابيب فممكن يستخدم في النقل، ان انا لو عندي حاجه ممكن امشيها كده وانقلها. ترانسبورت. اصلا تحس ان السايتوسكيلتون الوظائف بتاعته نغمه موسيقيه. بص، شيب، سبورت، ترانسبورت، والله تحسها حلوه. تقدر تقول لي ايه وظائف السايتوسكيلتون؟ ها؟ شيب، سبورت، ترانسبورت. العلم سهل بس اللي يركز. حبيبي احنا النهارده بنتكلم عن السيل فيها كام حاجه؟ اوعى تقول 4 بزعل قوي. الخليه فيها 2. ايوه كده قول. ها؟ سيتوبلازم ونيوكليوس. السيتوبلازم فيه 4 اسمهم سيتوزول واورجانيلز وانكلوجنز وسيتوسكيلتون. ان شاء الله لما تدرس على فكره السيتوسكيلتون هتعرف ان هو اساسا احد الايه؟ الاورجانيلز. ولكن هناك اهتمام في الفترات الاخيره بالسيتوسكيلتون نظرا لانتشار الاورام والسرطانات، لان له علاقه وطيده بهذا الموضوع. لان انا هسال حضرتك سؤال كده كدكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، بنشوف اخبارك ايه في الطب، هتعمل ايه؟ دلوقتي عندنا خليه، مين اللي يساند الخليه؟ طيب ما معنى سرطان او ورم؟ ان الخلايا حجمها ايه؟ بيكبر، صح؟ هو يعني ايه الخليه تكبر؟ يعني ايه اللي كبر جواها؟ السيتوسكيلتون لما بيكبر بيخلي الخليه ايه؟ تكبر. واضح ان الخلايا السرطانيه والاورام بيكون هيكلها عمال ايه؟ فلو عايز اعالج السرطانات اضرب مين في الخليه؟ يبقى انا لو ضربت السيتوسكيلتون هخلي الورم يهدى. واضح ان العلاجات بتاعت الاورام كلها مركزه على مين؟ فاصبح في الفتره الاخيره تلاقي الكتب بتاعتنا حتى خصوصا منهج في عين شمس ابديتد بشكل مرعب. انت مش متخيل اكتر جامعه فيك يا مصر بتابديت المنهج. يعني لو حاجه نزلت بحث بكره يقول لك هنحطه في المنهج. فهمت كده؟ عشان كده المنهج بتاعك بيتحدث على اقصى حاجه كل 3 سنين. انت متخيل؟ في جامعات منهجها بقى له 25 سنه زي ما هو. بكلمك بجد. هي دي حاجه حلوه على فكره. يعني انت مثلا لما تيجي تدرس مواد زي الفارماكولوجي، يعني دي من مميزات في الجامعه اللي انت فيها. ايه من مميزاتها؟ ان المنهج ابديتد بشكل حلو. حتى في المواد زي الفارما، الادويه، اي دواء اوبسوليت او ما عادش يستخدم بيشيله المنهج. يقول لك خلاص انا هدرس اجوع دماغ الطالب ليه؟ نزل مكان واحد جديد يقول لك ايه؟ حط الجديد. فاهم؟ فدي حاجه ميزه على فكره. يعني انت هتلاحظها قدام بقى لما تتقدم في الكليه وتيجي تتكلم مع واحد تاني صاحبك في حته ثانيه، هتلاقي الموضوع ده انت هتلاحظه بشكل مرعب. ان هو مثلا ممكن يكون الجامعه بتاعته ما بتحدثش المناهج، فمثلا بيدرس ادويه، يا ابني تقول له انا اصلا ايه الدواء ده يا ابني انا ما اسمعش عنه، تيجي تبحثوا عنه تلاقوا دواء اصلا منع استخدامه. فهو منع استخدامه فخلاص. فهمت كده؟ فدي حاجه يعني ميزه انا بقول لك برضو عشان ما تبقاش كل عيوب انت داخل بقى عين شمس يعني هيدوني على دماغهم، هيدوك على دماغك. بس يعني بس ليها فوائد. ليها فوائد. ايه فوائدها؟ منهجها ممتاز، بيتحدث كل شويه، اي حاجه جديده بتتحط فيه. فعشان كده هتلاقي من الكتاب شويه واحنا بنشرح فيه اهتمام شويه في مين؟ سايتوسكيلتون ده. ليه؟ عشان هو في حوارات، في اورام، في سرطانات، في حاجات دايره دلوقتي كلها بتلف وتدور على مين؟ على السايتوسكيلتون. انتوا عارفين يا اولاد احنا استفدنا ايه من اللي انا قلته لحد دلوقتي في شابتر الخليه؟ استفدنا ان حضرتك عرفت اجزاء الخليه تماما. فالمفترض ان انت عارف ان احنا دلوقتي هندرس السيتوبلازم. اول حاجه هندرس مين؟ السيتوزول. ده خلصناه، يعني احنا انتهينا من مين؟ من السيتوزول. بعد السيتوزول هندرس مين؟ الاورجانيلز. دي حضرتك معانا فيها 5 محاضرات. يعني المحاضره اللي جايه واللي جايه واللي جايه كم محاضره؟ 5. هندرس مين؟ العضيات. عارف ليه؟ هسألكوا سؤال عشان تبقى عارف ان انت فعلا بتتقدم وبتستفيد. اشمعنى العضيات اللي هنتأخر فيها كده واحنا بندرسها؟ يعني ليها؟ لان احنا هندرسها بالتفصيل باعتبارها اهم حاجه في الخليه. يا حبيبي انت دلوقتي فصصت الخليه كلها وعارف ايه اللي فيها. شايف ان مين اهم حاجه في الليله دي كلها؟ العضيات. فعشان كده لما تدرسها هتدرسها ايه؟ بالتفصيل. فهنمسك بقى العضيات اللي في الخليه واحده واحده ندرسها. بعد ما نخلص ال4 أو ال5 محاضرات اللي جايه هنخلص مين؟ الاورجانيلز. نتنين على مين؟ الانكلوجن. ولا حاجه، هتاخد معانا 10 دقائق شرح. عارف ليه؟ عشان هي مش اهم حاجه، يعني عادي. فاهمين؟ بعد ما نخلص الانكلوجن هندرس ايه؟
سيتوسكيل. بعد ما نخلص ده ندرس مين؟ نيوكليس. يبقى احنا خلصنا ايه؟ فهمت يالا احنا ماشيين ازاي؟ فاحنا المفروض المحاضرات اللي جايه هندرس مين؟ الاورجانيلز، العضيات اللي هي الحاجات الاساسيه. تعال نتكلم شويه عن الاورجانيلز. خلي بالك احنا النهارده انا باسسك بس الشابتر، لان الشابتر ده معلوماته تقيله فمحتاجه اللي انا بقوله ده. انت ممكن تقعد قدام حد او تقعد في محاضره في الكليه يقول لك يلا نشرح العضيات خبط لازق، وانت اصلا مش ايه، طب ايه انا مش فاهم انا فين. فهمت؟ لكن كده كويس. شوفوا يا اولاد، هنشرح ايه المحاضرات اللي جايه؟ الاورجانيلز اللي هي العضيات. العضيات تنقسم الى نوعين، ركز معايا وبعدين هنقرا الورق اللي في ايدك دلوقتي حالا. العضيات في منها ايه؟ ما تقول يا جدع. العضيات في منها ايه؟ ها؟ نوعين. في عضيات اسمها اورجانيلز اسمها ممبرينس اورجانيلز، يعني عضيات مغلفه. وفي عضيات اسمها نون ممبرينس اورجانيلز. انت قول يعني ايه؟ ها؟ يعني عضيات غير ايه؟ مغلفه. بمعنى ايه عضيات مغلفه وغير مغلفه؟ بصوا يا ولاد، انا دلوقتي عندي حاجه زي الميتوكوندريا، عارفها ولا ايه؟ لما ندرسها ان شاء الله تعرف ان الميتوكوندريا عليها غلاف. بص 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 كده، يعني الميتوكوندريا جوه الخليه اصلا عليها ايه؟ تبقى هي عضيه مغلفه، يبقى نوعها ممبرينس اورجانيل. عرفت يعني ايه كلمه ممبرينس اورجانيل؟ يعني عضيه عليها عليها ايه؟ غلاف. طب في عضيات هندرسها زي الريبوزوم، لما ندرس الريبوزوم هتلاقيه عامل كده بدون ايه؟ غلاف، يبقى اسمه نون ايه؟ حد فهم يعني ايه عضيات ممبرينس ونون ممبرينس؟ اي عضيه عليها غلاف يبقى اسمها ممبرينس، بدون غلاف يبقى اسمها. السؤال بقى، هو العضيات بتبقى مغلفه او لا بناء على ايه؟ بناء على خطورتها. ازاي يعني؟ يعني الحاجه اللي خطر وفيها انزيمات كتير يفضل ايه؟ اغطيها وخلاص راح دماغي. بمعنى مثلا حاجه زي الميتوكوندريا، الميتوكوندريا دي لما ندرسها هتعرف انها من جوه مليانه انزيمات، وان الانزيمات اللي فيها اصلا لو اتسربت وطلعت في الخليه هتضر الخليه وهتموتها. حتى ان شاء الله في الباثولوجي لما تدرسوا الامراض هتعرف ان في انزيم معين جوه الايه؟ الميتوكوندريا، لو طلع براها ده بيدي اشاره للخليه انها تنتحر تماما، الخليه كلها هتموت مره واحده فجاه. واضح ان الميتوكوندريا فيها خطوره ولا لا؟ يبقى يفضل ان انت تعمل لها ايه؟ غلاف. فهمت كده؟ واضح ان الحاجه امتى يبقى عليها غلاف؟ اذا كانت خطيره بمعنى ان جواها ايه؟ انزيمات. يبقى الحاجات اللي فيها انزيمات نحط لها ايه؟ ممبرين. طب حاجه ما فيهاش انزيمات تبقى ايه؟ نون ممبرينس. فهمنا كده يا اولاد القصه دي؟ معلش عند حضرتك هتفتح معايا الورق كده ونشوف ايه اللي احنا قلناه لحد دلوقتي. المفترض حضرتك ان احنا عرفنا ان الخليه فيها ايه؟ ما تقول يا جدع انت، هو فيها ايه؟ سيتوبلازم ونيوكليس. دخلنا في مين احنا؟ في السيتوبلازم. طلع فيه كام حاجه؟ 1 2 3 4. طيب الاربع حاجات دول حاجه اسمها سيتوزول. حد عارف يعني ايه سيتوزول؟ فاكرين؟ او اسمه ماتريكس. اقرا معايا وتاكد ان انت عارف كل كلمه مكتوبه. هذا السائل كولويدال سوليوشن. حد عارف يعني ايه كولويدال سوليوشن؟ يعني محلول غروي، يعني تقيل لزج، ما هوش خفيف مش زي الميه. شاطرين. طيب مما يتكون هذا السائل؟ بروتين، امينو اسيد يعني دهون، انزيمات، كربوهيدرات، معادن، ايونز. والمعادن بتعمل ايه؟ شغاله ككاتاليست. عارف يعني ايه؟ تسريع التفاعلات. المعادن اللي جوه الخليه بتعمل كاتاليست، يعني اكتب جنبها يعني بتسرع التفاعلات اللي ايه؟ الكيميائيه. بقول لك ايه؟ رقم 2 في حاجه اسمها اورجانيلز. حد عارف الاورجانيلز؟ انت ياض اللي هي ايه؟ العضيات. ليفنج يعني حيه، وبيرمننت يعني دائمه، واسينشال فور لايف اوف ذا سيل. عارفين يعني اساسيه في حياه الايه؟ الخليه. ونشطه. وبرفورم سبيشال فايتال فانكشن، يعني بتعمل وظيفه مهمه جدا. ده بيتكلم عن مين؟ العضيات. عرفت يا ولاد ايه خصائص العضيات؟ انها اساسيه، ضروريه، مهمه، تقوم بوظائف اساسيه. كل القصه دي سهله. هسال سؤال، هو العضيات طلع في منها كم نوع؟ قول. في منها ايه؟ نوعين. ممبرينس ونون ممبرينس. يعني يا اما عضيات ايه؟ مغلفه يا اما بدون غلاف. فهمنا القصه دي؟ ممتاز. على فكره من الحاجات بقى اللي انا عايز اقولها لحضرتك كمان، ان احنا السنه دي ان شاء الله عملنا حاجه جديده في الكورس. ايه هي بقى؟ ان احنا مثلا هندرس العضيات الفتره اللي جايه. فالعضيات عايز اشوف حضرتك بص معايا على الشاشه دي كده.
هتلاقيني عملت لك حاجه اضافيه السنه دي في الكورس جديده خالص مش موجوده عند اي حد، ده مشروع شغالين عليه بقى لنا يجي سنه بنعمله. ليه بقى؟ حاجه مبذول فيها مجهود رهيب، انت لا تتخيل. ممكن تقول الراجل ده عبيط عشان يعمل حاجه زي كده، ايه اللي يخليه يبذل هذا المجهود؟ شوف يا معلم، كل حاجه هندرسها في الكتاب حولناها الى 3 دي انيميشن فيديو. يعني هتبص كده حضرتك هتلاقي ان الحاجه معموله فيديو 3 دي عشان تتخيلها، لان انا عمال في الهيستولوجي بنوصف لك حاجات انت مش ايه؟ مش شايفها. طب انا عايز ايه؟ اشوفها، فانا عملتها لك تشوفها، مش بس تشوفها، ده تشوفها 3 دي وبتتحرك وبتتعامل مع بعضها. فكل درس هتلاقي فيه ايه؟ فيديو 3 دقائق في اخر المحاضره، وهتلاقيهم على الابلكيشن منفصلين. يعني هتلاقي تدخل تلاقي الشرح المراجعه 3 دي. بص بقى كده مثلا كمثال، يعني مثلا حاجه زي ده كده حضرتك اهو غشاء الخليه مثلا، لما نيجي ندرسه شوف كلنا عارفين ان خلايا الجسم بتكون محاطه بالسيل ممبرين، وعارفين ان السيل ممبرين هو اللي بيعمل بروتكشن، بيعمل حمايه للخليه، وهو المسؤول عن المولكيولز اللي بتدخل وبتخرج بره الخليه، هو المتحكم في عمليه الترانسبورت. بس عمرك سالت نفسك ليه السيل ممبرين بيقدر يقوم بكل الفانكشنز دي؟ السيل ممبرين بيتكون من 3 عناصر رئيسيه، بيتكون من ليبيدز، وبيتكون من بروتينز، وبيتكون من كربوهيدراتس. اول حاجه هنبدا بيها هنتكلم عن الليبيدز. الليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين عباره طبعا خلي بال حضرتك ان انت لما تكون بقى لما نكون شرحنا الدرس نفسه هتبقى فاهم انا بقول ايه بالتفصيل. انا حالا بفهمك ايه حاجه اضافيه او ميزه جديده انت هتحصل عليها. انت مش متخيل لما ندرس مثلا السيل ممبرين ده، لما تحضر المحاضره بتاعته في الكليه او تحضر محاضره في اي حته تحس ايه ده؟ ايه العك ده؟ عارف لما تسمع بقى المحاضره بتاعتنا وبعد ما تسمع الشرح والرسمه اللي انا عاملها على البورد وتيجي تسمع الفيديو 3 دي هتلاقي نفسك احسن واحد فاهم السيل ممبرين في كوكب الارض. بص كده كمل. وفي حاجه اسمها كوليسترول. بص بنمسك الحاجه الفوسفوليبيدز بيكون عندها هيد وتيل، والخصائص بتاعت الهيد بتكون مختلفه خالص عن التيل. فالهيد بيكون بولر وبيكون تشارجد وهيدروفيليك، يعني عنده افينيتي. احيانا برضو يعني انتوا كده فهمتوا الفكره. احيانا برضو مثلا بيبقى الاورجانيل له قصه، فانا بحكي الفيديو على هيئه، عارف انت موضوع حكايه القصه. يعني بص مثلا حاجه زي الميتوكوندريا، شوف سينما في اواخر القرن ال19 تحديدا سنه 1857 كان في عالم بيفحص الانسجه العضليه تحت الميكروسكوب، فلاحظ وجود حاجه في الخلايا ما كانش شافها قبل كده، عباره عن مجسمات كان اول مره يشوفها. العلماء ما كانش عندهم اي فكره عن وظيفه الحاجه اللي هو اكتشفها، لكن بداوا بعد كده يفحصوها كويس، فعرفوا ان شكلها بيكون شكل الخيوط والحيوانات، فاطلقوا عليها الاسم ميتوكوندريا. الميتوكوندريا هي احد الممبرينس اورجانيلز، وبعدين ندخل بقى جواها ونشوف ايه اللي فيها ونشوف ايه التفاعلات اللي بتحصل جوه السائل وهكذا. فهمنا الفكره دي؟ فكره يعني تحفه، خلي بالك، بس تعبتنا جدا. ليه بقى؟ يعني ايه المتعب اللي فيها؟ ما انت ممكن واحد يقول لك سهله، ما انا عندي الاي اي ادخل اقول له اعمل لي 3 دي موديل للميتوكوندريا. لا، هيطلع لك حاجه مش مناسبه مع الكتاب بتاعك. انتوا فاهمين الفكره؟ ان انا رابط ده بالكتاب. يعني انت مثلا انا بقول لك ان دي فيها كذا، هو ده كتاب، انما انا ممكن اجيب فيديو 3 دي او فيديو من على النت يطلع بيشرح حاجه غير الكتاب اللي في ايديا، فانا ما استفدتش حاجه. او يضيع لك المواد في بعضها، يقعد مثلا في الميتوكوندريا يشرح تفاعلات الكيمياء. طب انا مالي، انا عايز الهيستولوجي. فهمت الفكره دي؟ فدي طبعا حاجه ان شاء الله هتساعدكم كويس قوي، حاجه ممتازه يعني. اتمنى ان شاء الله ان الكورس يكون مفيد لحضراتكم. طيب عرفنا احنا الاورجانيلز. بعد الاورجانيلز درسنا حاجه اسمها ايه؟ عرفنا العضيات في منها نوعين على فكره، ممبرينس وايه؟ ونون ممبرينس. عرفنا ان في حاجه مش اساسيه قوي في الخليه اسمها حد فاكر ولا ايه؟ اسمها انكلوجنز. عرفنا كمان ان في حاجه اسمها سايتوسكيلتون. الحقيقه ان بالنسبه للصفحه الاولى دي كلها انا مش محتاج من حضرتك دلوقتي غير اللي انا قلته بس. هتقول لي في حاجات لسه ما قلناهاش، هقول لك ما دي خريطه الشابتر كله. فاحنا لما نتقدم قدام هنرجع للصفحه دي تاني هنكمل بقيه التقسيمه، لكن انا اخدت من التقسيمه اللي ينفعني وانا شغال في المحاضرات اللي في الاول. فهمنا كده؟ ممتاز. معلش هننزل تحت في ملحوظه بس مكتوبه في كتاب الكليه عايز اقولها لك بالمره. مربع اصفر تحت كده شايفينه في اخر الصفحه. بيقول لك ان الخلايا اللي في الدنيا عامه عباره عن نوعين. في حاجه اسمها بروكاريوتيك سيلز وفي حاجه اسمها ايوكاريوتيك سيلز. عارفين القصه دي؟
ايه الفرق؟ ان الخلايا بتاعتنا احنا بتاعت جسم الانسان اسمها ايوكاريوتيك سيلز، اللي هم بالعربي لو انت عايز ترجمها بالعربي كلمه بروكاريوتيك سيلز معناها اوليات النواه. زي البكتيريا والحاجات دي اسمها ايه؟ اوليات النواه، اسمها بروكاريوتيك سيلز. خلايا البكتيريا نوعها ايه؟ بروكاريوتيك سيلز، يعني اسمها اوليات الايه؟ النواه. في حاجه اسمها ايه بقى؟ ايوكاريوتيك سيلز، اللي هم حقيقيات النواه. يعني اللي بيترجم فاهمين الفرق ما بينهم؟ ها، بروكاريوتيك سيلز يعني اوليات النواه، ايوكاريوتيك سيلز حقيقيات النواه. احنا مين؟ احنا حقيقيات النواه. البكتيريا مين؟ اوليات. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ما بين الخليتين يا جماعه ان بص كده حضرتك، ان انا مثلا عندي الخليه بتاعت البكتيريا اهي، ودي خليه الانسان. الانسان عنده نواه، بمعنى ان الدي ان ايه بتاعه ملموم جوه الايه؟ جوه النواه. لكن عارف البكتيريا الدي ان ايه بتاعها مرمي كده فين؟ في السيتوبلازم، ملوش غشاء يلمه، ملوش نواه. عرفتي الانسان ليه اسمه حقيقيات النواه؟ عشان احنا عندنا ايه؟ نواه، والدي ان ايه بتاعنا كله ملموم جوه الايه؟ جوه النواه. انما البكتيريا اسمها ليه اسمها برو اوليات النواه؟ اسمها برو كاريوتيك لان ما عندهاش اصلا نواه، ما عندهاش غشاء النواه اللي بيلم الدين، وانما الدي ان ايه بتاعها ايه؟ مرمي كده في الخليه. فهمت الفرق ما بين الخليتين؟ معلش نقراها بالراحه. يعني ايه برو كاريوتيك سيل؟ بيقول لك ان خليه لاك نيوكلير انفلوب، يعني لا يوجد لها غشاء نواه، يعني ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش نواه. زي مين ما عندوش نواه؟ البكتيريا. لكن يعني ايه ايوكاريوتيك سيل؟ يعني عندها نيوكليوس، والنيوكليوس متغطيه بنيوكلير انفلوب، يعني النواه لها غشاء. وخلي بالك بص كده، في البكتيريا الدي ان ايه والسيتوبلازم ميكس، انما احنا عندنا الدي ان ايه مفصول عن الايه؟ عن السيتوبلازم. فهمنا الفكره؟ ايه رايك في اوليات النواه؟ الدي ان ايه والسيتوبلازم بيبقى ايه؟ مخلوط مع بعضه. لكن احنا عندنا حقيقيات النواه لا، الدي ان ايه مفصول عن الايه؟ مفصول عن السيتوبلازم. ممتاز، ده كلام جميل جدا جدا جدا. حاجه كمان عايزين ناخدها عشان يبقى خلصنا المحاضره التاسيسيه بتاعتنا ونبدا بقى في المنهج كويس من المره اللي جايه. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا الفتره اللي جايه هنتكلم عن مين بس؟ العضيات. اي عضيه هندرسها ليها نسق معين في الدراسه. بمعنى نفترض مثلا ان احنا هندرس الميتوكوندريا او الريبوزوم او اي حد من العضيات. اي عضيه هندرسها لابد نشرح فيها 5 عناوين. اول حاجه نعمل لها ديفينيشن، يعني ايه؟ تعريف. تعالى كده بص نمسح الكلام ده. انتوا ايه رايكم في الهيستولوجي؟ طلع لذيذ ولا ايه؟ حلو. يا اما انا اللي بشرح كويس، فاهم؟ يعني انت هتكتشف كده مع الوقت. قاعد اقول لك الدكتور ده يا مغرور ولا ايه؟ يا عم احنا بنهزر بس. يلا بينا. بصوا يا ولاد، احنا خلاص كده اتفقنا على ان احنا في علم الهيستولوجي اول شابتر اسمه مايكرو تكنيكس هنسمعه في الاونلاين في 3 فيديوهات مقسمين، وهنقرا من المذكره او من كتاب الكليه هيطلع نفس الكلام. تاني شابتر اسمه السيل، واحنا النهارده محاضره تاسيسيه لشابتر السيل. وعرفنا ان احنا الفتره اللي جايه هنتكلم عن العضيات. عايزين بقى نمسك العضيات دول. قال لك والله لو انت هتدرس اي واحده من الايه؟ من العضيات دي لازم تركز في 5 حاجات. اولا اي عضيه هندرسها لازم نعمل لها ديفينيشن، يعني تعريف، نعرفها. ماشي. بعد ما نعمل لها تعريف هنبص عليها بالميكروسكوب. الله، مش احنا هيستولوجي بنهتم بدراسه الاشياء تحت الميكروسكوب؟ قال لك والله بس احنا عندنا مشكله ان اي حاجه في المنهج هندرسها هنفحصها ب2 ميكروسكوب. في حاجه اسمها LM اللي هو اسمه لايت مايكروسكوب، وفي حاجه اسمها EM اللي هو اسمه الكترون مايكروسكوب. ودول اصلا ليهم فيديو من ال3 فيديوهات بتوع المايكرو تكنيكس اللي هو اخر فيديو بيشرح لك الفرق ما بين الميكروسكوب الضوئي والالكتروني. بس انا هقول لك حاجات معينه دلوقتي هتظبط لك الموضوع. بص كده، اي حاجه هندرسها يا ولاد هنعمل لها ايه في الاول؟ وبعدين نبص عليها بالميكروسكوبات، الميكروسكوب الضوئي وبعدين الميكروسكوب الايه؟ الكتروني، لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب. وبعدين ندرس الاستراكشر اللي هو التركيب، استراكشر يعني التركيب. وبعدين ندرس الفانكشن يعني الوظيفه. يعني انا عندي اي حاجه بدرس فيها 5 عناوين. تعرفها ايه؟ شكلها ايه في الميكروسكوب الضوئي؟ شكلها ايه في الميكروسكوب الالكتروني؟ تركيبها عامل ازاي؟ وظيفتها ايه؟ دول ال5 حاجات. وفي الاخر دايما بعد كل درس ما يخلص بتلاقي فيه مربع كده عند حضرتك في نهايه الدرس ببقى عامله لك،
اسمه كلينيكال نوتس. عارف يعني ايه؟ الامراض المتعلقه بهذا الدرس. ازاي يعني؟ انا دلوقتي درستك ميتوكوندريا، خلصتها، هقول لك والله تعالى نفكر كده مع بعض لو الميتوكوندريا باظت. طبعا انت عارف ان الميتوكوندريا بتاعت انتاج الطاقه، فطالما الميتوكوندريا باظت يبقى انتاج الطاقه في جسم الانسان ايه؟ هيقل. اسالك سؤال، ما هي اكثر اشياء في جسم الانسان بتستهلك طاقه؟ العضلات. فالشخص اللي عنده الميتوكوندريا باظت، انتاج الطاقه عنده ايه؟ بيقل، فعضلاته حركتها هتقل، فيحصل له حاجه اسمها ماسل ويكنس، يعني ضعف في الايه؟ في العضلات. فهمت كده؟ هنبدا نفكر بهذه الطريقه. يبقى دايما كل درس بنخلصه بعد ما بنخلص خالص بيبقى فيه ايه؟ كلينيكال نوتس، يعني الامراض السريريه او الامراض المتعلقه بهذا الدرس. لعلمك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هو للاسف الكلينيكال نوتس هي بتيجي في الامتحان، يعني عادي ممكن تيجي، بس مش مشهوره زي الشرح الطبيعي. يعني الدرس عامه صلب الدرس ده هو اللي بيجي في الامتحان. كلينيكال نوتس ممكن تيجي ممكن لا، بس انا بيني وبينك انت لازم تهتم بيها، لان احنا بندرس الدرس عشان مين؟ اصل انت دكتور، انت مش هتتعامل مع واحد صحيح جاي الميتوكوندريا بتاعته سليمه، انت هتتعامل مع حد الحاجه بتاعته بايظه. فانت يهمك اكتر في الدرس اللي هي الكلينيكال نوتس اللي هي الامراض. فهمنا؟ ممتاز. دي حاجه هنقولها ونخلص نتوكل على الله، ويبقى احنا عارفين بقى هنبدا الشرح ازاي من المره اللي جايه. بصوا يا ولاد، اي عضيه عايز تعمل لها تعريف، ركز معايا. التعريف بينقسم الى قسمين. في النص الاول من التعريف لازم تقول لي هل هذه العضيه اللي احنا بنشرحها هل هي ممبرينس ولا نون ممبرينس؟ بمعنى انا مثلا عندي ميتوكوندريا عايز اعمل لها تعريف، اول كلمه في تعريف الميتوكوندريا ممبرينس اورجانيل، يعني عضيه ايه؟ مغلفه. طب لو رايبوزوم هتلاقي اول كلمه في التعريف في كتاب الكليه يقول لك نون ايه؟ ممبرينس اورجانيل. واضح ان التعريف لازم تبدا بيه، يا اما تقول له العضيه دي عليها ايه؟ غلاف، يا اما ما عليهاش غلاف. دي اول كلمه لازم تقولها في تعريف اي حاجه. ثم في النص الثاني من التعريف بتذكر الجنرال فانكشن. عارف يعني ايه؟ الوظيفه الايه؟ الوظيفه العامه او الاساسيه بتاعت الحاجه. بمعنى الميتوكوندريا بتنتج طاقه، صح؟ الميتوكوندريا بتاعت انتاج الايه؟ تعال نعمل تعريف للميتوكوندريا. بص، ممبرينس اورجانيل يعني عضيه مغلفه، وفي النص الثاني اقول له اند اتس جنرال فانكشن ووظيفتها العامه انرجي برودكشن، يعني ايه؟ انتاج الطاقه. كده انا عملت تعريف للميتوكوندريا. طب تعالى نعمل تعريف للريبوزوم. الريبوزوم نون ممبرينس اورجانيل اند اتس جنرال فانكشن بروتين سينثيسيس، تصنيع ليه؟ كده انا عملت تعريف. حد فهم؟ لما اجي اعمل تعريف لحاجه لازم التعريف يكون فيه حاجتين. لازم في التعريف تقول لي هي الحاجه اللي انت العضيه اللي انت بتتكلم عنها دي عليها غلاف ولا ايه؟ ما عليهاش. والحاجه الثانيه ايه الوظيفه الاساسيه بتاعتها؟ فهمنا كده؟ عرفنا التعريفات بتتعمل ازاي؟ اقرا عند حضرتك كده. طبعا الصفحه اللي احنا بندرسها دي اسمها جنرال سكيم اوف ذا اورجانيلز، يعني الهيكل العام للدروس العضيات بتاعت العضيات. اول حاجه ان اي عضيه لازم في الاول يبقى في حاجه اسمها ايه بقى حضرتك؟ ديفينيشن، يعني ايه؟ التعريف. التعريف يعني عامل ازاي التعريف ده؟ في الاول بتقول لي هل هي ممبرينس ولا نون ممبرينس، وبعدين تقول لي الوظيفه الايه؟ العامه بتاعتها. بعد كده بنمسك العضيه اللي احنا ندرسها نبص عليها بمين؟ لايت ميكروسكوب. نبص عليها بمين؟ الكترون ميكروسكوب. طبعا حضرتك في شابتر المايكرو تكنيك لما تسمع الفيديو هتلاقيني جايب لك الميكروسكوب بالتفصيل وجميع اجزائه وايه الفرق ما بين ايه؟ اللايت والالكترون. بس بيني وبينك انا محتاج منهم فروقات معينه اقولها دلوقتي، وانت ابقى اسمع الشابتر براحتك، لكن انا في حاجات محتاج اتاكد ان انت عارفها عشان نمشي في المنهج. ايه هي؟ كل واحد من الاثنين عنده ميزه وعيب، والتاني برضو عنده ايه؟ ميزه وعيب. الميزه في اللايت ميكروسكوب انه بيطلع الصوره الوان، والعيب اللي عنده ان قوه التكبير بتاعته ضعيفه لا تتعدى 1500 مره. تاني، عارفين الميكروسكوب الضوئي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الميكروسكوب اللي احنا بنشيله في ايدينا ده، اللي احنا هنتدرب عليه في العملي. هو ده الميكروسكوب العادي ده اللي انت ممكن تشتري لك واحد كده ديكور، حطه ديكور على المكتب عشان وانت بتصور اي حاجه. انت عارف ان انت تحب تنزل حاجات كتير، هات لك ميكروسكوب يا عم وصور. الميكروسكوب ده اسمه ايه؟ اللي هو الميكروسكوب العادي خالص ده اسمه لايت ميكروسكوب. لكن الكترون ميكروسكوب ده انت تعرف تشتري الكترون ميكروسكوب؟ لا، ده الجامعه ما بتعرفش، يعني فاهم؟ يعني مش كل الجامعات في مصر فيها الكترون ميكروسكوب، جامعات معينه. انت متخيل الالكترون ميكروسكوب ده بتبقى يونت، يعني واحد غرفه في الكليه، ومش فاهم قصدي، وكبير، يعني حاجه كبيره.
فمش اللي هو بقى هتاخده تروح بيه البيت، فهمت؟ ففي فرق ما بين اللايت والايه والالكترون مايكروسكوب. طيب يبقى الاولاني ايه الميزه بتاعته؟ انه بيطلع الصوره ايه؟ خلي بالك ان هو بيطلع الصوره الوان مش عشان جسم الانسان ملون، ده هو عشان احنا بنضيف عليه على العينه حاجه اسمها ايه؟ ستينز، اللي هي الايه؟ الصبغات. يعني احنا بناخد العينه من جسم الانسان نحط عليها صبغه وبعدين نحطها في الميكروسكوب، فالصوره بتطلع ايه؟ ملونه. فهي الصوره بتطلع ملونه عشان احنا بنضيف حاجه اسمها ستينز اللي هي الصبغات. لكن عيبه ان قوه التكبير بتاعته ايه؟ ضعيفه. واحد يقول لي 1500 حلو يا عم، ده 1500 ده حلو، اقول له لا مش حلو، 1500 ده وحش. في حاجات كتير في الخليه حجمها ايه؟ صغير قوي لدرجه ان انت لو كبرتها 1500 مره مش هتشوفها. يعني فاهمين حاجه؟ ما هو العين نفسها ليها بعد معين او قوه حاجه معينه تشوف عندها. في حاجات جوه الخليه لو كبرتها ل 1500 مره برضو عينك مش هتشوفها. فهمت كده؟ فواضح ان اللايت مايكروسكوب العيب اللي فيه ان قوه التكبير بتاعته ايه؟ يعني التكبير بتاعه او الماجنيفيكيشن باور. عارفين يعني ايه كلمه ماجنيفيكيشن باور؟ هتعرفها في المحاضره بتاعت المايكرو تكنيكس. يعني قوه التكبير. الميكروسكوب يا اولاد كفاءته، انا مش عايز ادخلك في شابتر اللي فات بس بقول لك حاجات عشان لما تسمع الفيديو تحس ان الكلام عدى عليك. بص، الميكروسكوب كفاءته بتتحدد بحاجتين: ماجنيفيكيشن باور يعني قوه الايه؟ التكبير اللي هي قوه العدسات اللي فيه، وفي حاجه اسمها ريزوليوشن باور اللي هي قوه الايضاح. يعني في حاجتين بيخلوا الميكروسكوب ايه؟ كويس، اللي هو يكون قوه التكبير بتاعته ايه؟ عاليه، دي اسمها ماجنيفيكيشن باور. وفي حاجه اسمها ايه؟ ريزوليوشن باور اللي هو الايضاح بتاعه يكون ايه؟ عالي. والاثنين دول هنفهمهم كويس قوي في شابتر المايكرو تكنيكس. ماشي. المهم ان دلوقتي ده قوه تكبيره تعتبر قوه تكبير ايه؟ ضعيفه. اقول لك على حاجه، عارف الميتوكوندريا بتظهر ازاي في اللايت ميكروسكوب؟ كده بص، دي الميتوكوندريا. طبعا حجمها ايه؟ ان هو قوه تكبيره كده. بص ادي تلاقي مثلا كذا ميتوكوندريا جنب بعض يطلعوا كده اخرهم كده. ده كده شكل الميتوكوندريا في العملي هندرسها. في صوره في العملي اسمها ميتوكوندريا في الليفر، هندرسها مع بعض. احنا كده الكورس بتاعنا احنا هندرس فيه العملي برضو. بص هتلاقي الميتوكوندريا، هقعد اقنعك في العملي اقول لك شايف يالا بص النقطه هي دي الميتوكوندريا. واحد يقول لي انا مش شايف اي ميتوكوندريا في الصوره. يا ابني بتاعه صغيره كده. عارف ليه؟ لان احنا بالايه؟ اللايت ميكروسكوب، فالبتاع بتطلع ايه؟ صغيره قوي. فهمت كده؟ تعالى بقى على الالكترون ميكروسكوب، اعكس، تطلع الميزه بتاعته ان قوه التكبير عاليه. بيعدي في حاجات 100,000 وفي حاجات 150,000 مره وفي حاجات دلوقتي مليون مره. يعني قوه التكبير ايه؟ عاليه جدا. فبيشوف الحاجات حجمها ايه؟ كبير. يعني ده بيديني مور ديتيلز. فاهمين يعني مين اللي بيدي تفاصيل اوضح؟ اقول لك على حاجه، عارف الميتوكوندريا اللي هي الصغيره دي؟ عارف شكلها عامل ازاي في الميكروسكوب الالكتروني؟ كده اهو. الله، واضح ان مين اللي بيشوف الحاجه كويس بتفاصيلها؟ الميكروسكوب الايه؟ الالكتروني. شفت كده؟ شوف يلا الفرق في الشكل. شوف دي ميتوكوندريا ودي ميتوكوندريا، بس دي ميتوكوندريا بالايه؟ باللايت، انما دي ميتوكوندريا بالالكترون ميكروسكوب. بس خلي بالك من حاجه، ان اللايت ميكروسكوب طلع الميتوكوندريا ملونه، انما الالكترون ميكروسكوب العيب اللي فيه ان الصوره بتطلع ايه؟ ابيض وايه؟ واسود. يعني انا هنا الميتوكوندريا كبيره بس لونها ايه؟ ابيض واسود، انما هنا الميتوكوندريا صغيره بس ايه؟ ملونه. واحد هيقول لي طب انا عندي فكره. طبعا الشيطان هيبدا يلعب في دماغك من اول يوم في الكليه ان انت عالم وبتاع، انت لسه بدري. بص، فيجي يقول لك طب احنا ليه نوجع دماغنا؟ خلينا في الميكروسكوب. ليه؟ اللي هو الالكترون اللي بيخليك تشوف الحاجه ايه؟ اوضح وخلاص. والله بتوع الهيستولوجي دول ناس دماغها تعبانه وبتاع. ايه اللايت ميكروسكوب؟ حبيبي اللايت ميكروسكوب استخداماته في الطب اكتر بكتير من الالكترون. يعني احنا لو هنستغنى عن واحد، لو انت بتسالني في الطب يعني الكترون. اللايت ميكروسكوب ده في حاجات، فيه مميزات انت مش واخد بالك منها. عارف زي ايه؟ علشان قوه تكبيره مش كبيره قوي فالفيلد اوف اكزامينيشن واسع. عارف يعني ايه؟ يعني بيشوف حاجات ايه؟ اكتر جنب بعض. بمعنى خليني اركز معاك، نفترض ان الجماعه اللي قاعدين دول خلايا خليه 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 خليه، دول خلايا حلو، وانا ببص عليهم باللايت ايه؟ اللايت ميكروسكوب بيبص من بعيد لان قوه تكبيره ايه؟ ضعيفه. فهمت كده؟ فهو ايه؟ بيبص من بعيد، فانا هشوف الخلايا دي كلها مع بعضها. واضح ان انا لو عايز افحص نسيج كامل او مجموعه كبيره من الخلايا يفضل استخدام مين؟
ليه؟ لانه بيبص منين؟ من بعيد. انما الميكروسكوب الالكتروني هيدخل جوه اعماق خليه واحده جوه، مش هعرف اشوف ايه. يعني انا لو عايز افحص نسيج، ايه رايك النسيج احسن استخدم معاه مين؟ لايت. طب لو عايز افحص خليه واحده بس ادخل جواها قوي، الكترون. انما الكترون مش هيجيب لك نسيج كبير. فاهم؟ عارف انت لما تكون عامل الكاميرا نص ولما تكون عامل زوم على اخر حاجه؟ انت لما تكون عامل، لو انت جايب القاعه دي نص كده تلاقي كله ايه؟ واضح. انما لما عامل زوم على الاخر هتعرف تجيب شخص واحد في الصوره بس. فهمت الفكره دي؟ فاللايت مايكروسكوب استخداماته برضو ايه؟ كتير. وبعدين برضو هقول لك على حاجه، انا احيانا يعني وده مكلف اللي هو التاني ده، انما ده بقول لك هات لك واحد في البيت. فاهمني؟ فاموره حلوه لذيذه يعني. فلما تحط في الاعتبار تلاقي ان ما ينفعش تستغنى عن حاجه فيهم. احيانا برضو بيبقى انا عايز اشوف تفاصيل كويسه فلازم استخدم مين؟ الكترون. فاهم؟ فانت كده كده لازم تشوف الحاجه بالايه؟ بالاثنين، لايت مايكروسكوب والكترون مايكروسكوب. مين اللي بيطلع الحاجه صغيره بس ملونه؟ لايت. مين اللي بيطلع الحاجه واضحه قوي بس ابيض واسود؟ الكترون مايكروسكوب. مين اللي بيديك تفاصيل واضحه قوي؟ الكترون مايكروسكوب. يعني مثلا حاجه زي الميتوكوندريا اللي قدامك دي، انا اكتشفت الشكل ده فين؟ مش في اللايت، ده انا اكتشفت ده الشكل ده في الايه؟ في الالكترون مايكروسكوب. فهمت القصه دي؟ ممتاز. طيب بعد كده التركيب. خلي بالك ان احنا عندنا ان شاء الله لما تيجي اسئله السي هدربك عليها شويه، هفهمك السي. احنا عندنا انواع الاسئله حاجه من الاثنين، في ام سي كيو. عارفين ام سي كيو اللي هو مالتيبل تشويس، يعني اختيار متعدد، يعني بيسالك ويقول لك اختار واحده من الاربعه دول صح، ده اسمه ام سي كيو. في سي، السي ده يعني بيقول لك ايه؟ اكتب انت الحاجه كلها، اللي هو ريتن يعني كتابه، يعني انت تكتب الموضوع. بس الاسي اللي بيجي في عين شمس بيبقى شورت اسي، يعني مش بيجيب لك، لا يعني بيتكلم عن موضوع صغير معين بعينه وبيقول لك اتكلم عنه، خليه، حاجه اصغر من خليه، حاجات بسيطه جوه الخليه بيقول لك اتكلم عنها. في سؤال مشهور في الكليه اسمه هيستولوجيكال ستراكشر. بمعنى ايه؟ يجي مثلا احنا درسنا درس الميتوكوندريا، تلاقي سؤال ريتن يقول لك اتكلم عن هيستولوجيكال ستراكشر وفي ايه؟ في ميتوكوندريا. واحد يقول لي طب انا هتكلم عن ايه يعني في الميتوكوندريا؟ كلمه هيستولوجيكال ستراكشر في بعض الدروس في المنهج هتلاقي مكتوب عنوان اسمه ستراكشر، يعني سيل ممبرين. سيل ممبرين ده اللي هو غشاء الخليه، ده اول درس هندرسه. هتلاقي غشاء الخليه معمول له ايه؟ ديفينيشن وايه؟ وال ام واي ام وايه؟ وستراكشر وايه؟ لو جالك في الامتحان قال لك اكتب ستراكشر اوف سيل ممبرين هتكتبه، ما هو موجود في الكتاب. مثلا درس زي الميتوكوندريا ما فيش عنوان اسمه ستراكشر، يعني الميتوكوندريا في كتاب الكليه مكتوب ديفينيشن ال ام اي ام، ما فيش ايه؟ جالك في الامتحان بقى قال لك اكتب لي بقى ستراكشر اوف ميتوكوندريا، تعمل ايه بقى؟ ساعتها هتكتب الهيستولوجيكال ستراكشر يساوي مين ومين؟ ال ام والاي ام. يعني لو جالك في امتحان الاسي سؤال بيقول لك اتكلم لي عن تركيب الميتوكوندريا، وانت في كتاب الكليه ما فيش عنوان صريح كده اسمه تركيب الميتوكوندريا، ما هو تركيبها؟ اكتب ال ام والايه؟ يعني وصف الميتوكوندريا في اللايت وفي الالكترون ميكروسكوب هو ده اصلا الايه؟ التركيب. فاحنا عندنا كلمه هيستولوجيكال ستراكشر يعني تستعوضها بمين لو مش موجوده صريحه؟ ال ام والايه؟ والاي ام. اخر حاجه ان اي عضيه هندرسها هيكون ليها ايه في الاخر؟ وظيفه. هتكتشف ان العضيات ما بيبقاش ليها وظيفه واحده. بمعنى مثلا حاجه زي الميتوكوندريا اللي حضرتك عارفها دي، الميتوكوندريا مشهور انها بتنتج ايه؟ طاقه. لما نيجي ندرسها هتطلع بتنتج طاقه وبتنظم كالسيوم يعني لها وظائف كتير. بس يفضل وانت بتكتب في الامتحان او انت بتحفظ مع نفسك تحفظ الوظائف بترتيب الاهميه، وانا عامل لك كده في المذكره. يعني ما ينفعش مثلا الميتوكوندريا ليها نفترض 4 وظائف او 5، اول وظيفه لازم تقولها انرجي برودكشن، انتاج الايه؟ ليه؟ بتختار اول واحده اللي هي اللي تكون ايه؟ اهم حاجه، وبعدين رتب بقى براحتك. انما ما ينفعش اجي اسالك في المحاضره اقول لك يا ابني قول لي كده الميتوكوندريا ايه الفانكشنز بتاعتها، تقول لي رقم 1 ات مي بي بلاي ا رول ان ايه يا ابني؟ ما ينفعش كده. لازم اول حاجه دايما عشان تبان انت فاهم ومرتب دماغك، ان انا لما اجي اسالك عن وظيفه حاجه معينه تكون الوظائف دي مترتبه في دماغك على حسب الايه؟ الاهميه. ممكن تبص عندك كده في الورقه اللي احنا شرحناها، الورقه دي ورقه مش موجوده في كتاب الكليه، امال هي ايه دي؟ انا بنظم لك دماغك، بقول لك ان احنا خلاص اتفقنا مع بعض ان احنا الفتره اللي جايه هندرس العضيات. طب سؤال، عشان تدرس اي عضيه بتدرس كام حاجه جواها؟ 5 اللي هم التعريف، صح؟ فهمت القصه دي؟ ديفينيشن وايه؟ لايت مايكروسكوبيك بيكتشر، يعني شكل العضيه في الميكروسكوب الايه؟ الضوئي، والكترون مايكروسكوبيك بيكتشر يعني شكل العضيه دي في الميكروسكوب الايه؟
الكتروني، وستراكشر اللي هو التركيب، وفانكشن اللي هي الوظيفه، واخر حاجه في الدرس يبقى اسمها كلينيكال نوت. معلش حاجه اخيره عايز اقولها وخلاص. ايه هي؟ احنا اتفقنا عشان الصفحه دي تبقى خلصت بس. اتفقنا يا اولاد ان اللايت مايكروسكوب بيطلع الصوره ايه؟ صح؟ طيب اللايت مايكروسكوب بيطلع الصوره الوان عشان انا بضيف ايه؟ طيب اشهر صبغه في علم الهيستولوجي صبغه اسمها اتش ان اي. اسمها ايه؟ اتش اند اي. ايه دي صبغه اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. معلش تاني اسمها ايه؟ هيماتوكسلين اند ايوسين، او يعني في الامتحان وفي الكتاب بتتكتب ايه؟ اتش اند دي وخلاص اختصار، بس انت تبقى عارف اسمها ايه؟ ها؟ محدش بيقول اسمها هيماتوكسلين اند ايوسين. الحقيقه احنا محتاجين افهمك شويه حاجات عن صبغه الاتش اند دي. تعالى ناخدها كده على جنب بعيد اهي. اشهر صبغه في علم الهيستولوجي صبغه اسمها اتش اند اي. بص يا ريس، صبغه الاتش اند اي بنسميها عندنا في الهيستولوجي وفي الباثولوجي برضو لما تدرسوا الروتين لاب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا عندي نسيج في جسم الانسان عايز افحصه، اول حاجه بتيجي في دماغي عشان افحص اي نسيج ان انا احط عليه صبغه مين؟ اتش اند اي. بجربها هي اول حاجه، ما نفعتش ابقى ادور على صبغه ايه؟ تانية. بس انا اهم حاجه عندي ان انا انت جبت لي مثلا نسيج، بتقول لي يا دكتور زهره انت راجل جميل وشاطر في الهيستولوجي وعارف في الاورام والحاجات دي، انا هجيب لك عينه من واحد وشوف لي فيها سرطان ولا لا. اقول لك حاضر هاتها لي. ايه اول حاجه هتيجي في دماغي لما العينه تيجي في ايديا؟ ان احنا هنقطعها. عارف هعمل فيها ايه؟ مايكرو تكنيكس، خطوات معينه عشان اعرف احطها في وهاخد شويه من الشرائح اللي انا قطعتها واصبغها بايه؟ باتش اند اي. بس مش هخلص العينه كلها، هاخد شويه اصبغهم باتش اند اي. لقيت ان انا شاكك في التشخيص، يعني الاتش اند اي مش مظبطه الدنيا، اشوف صبغه ايه؟ تانية. بس اي حد بيفحص اي نسيج لازم يستخدم مين الاول؟ اتش اند اي. الاتش اند اي هي الصبغه الروتين لاب، او الحاجه اللي هي بتتعمل في المعمل على طول، ومعظم السلايدز اللي انت بتاخدها في البراكتيكال بيبقى مصبوغه بالايه؟ بالاتش اند اي. ايه صبغه الاتش اند اي؟ الحقيقه هي مش صبغه واحده، الحقيقه هي ايه؟ صبغتين، عشان كده اسمها اتش اند اي. الهيماتوكسلين دي صبغه لونها ازرق، وهي صبغه تركيبها بيزك، يعني تركيبها ايه؟ قاعديه. بينما الاي هي صبغه لونها احمر، وتركيبها صبغه اسيدك، يعني صبغه حمضيه. واضح ان اتش ان دي طلعت صبغه الاتش صبغه قاعديه، والاي صبغه حمضيه، والاتش لونها ازرق والاي لونها احمر. يعني الحاجه اللي هتتصبغ بالاتش هيطلع لونها ايه؟ ازرق، والحاجه اللي هتصبغ بالايوسين او بالايه يطلع لونها ايه؟ احمر. معلش انا هحكي لك قصه وارجوك ركز معايا، دي اخر حاجه، مش هرهق السي ان اس بتاعك او دماغك تاني، خلاص كده خلصت، ركز معايا. انا جبت عينه معانا، قطعناها وظبطناها، هنحطها تحت الميكروسكوب. قبل ما نحطها هنصبغ، فهنجيب العينه دي هحطها في الصبغه اللي اسمها هيماتوكسلين، اللي هي صبغه لونها ايه؟ ازرق. حلو كده. العينه اللي معايا في ايديا فيها حاجات حمضيه وحاجات ايه؟ قاعديه، فيها حاجات بيزك وحاجات اسيدك. انا لما اجيب العينه احطها، خلي بالك في صبغه مين؟ الاتش، اللي هي صبغه ايه؟ اي حاجه في العينه حمضيه هتتصبغ بالصبغه الايه؟ البيزك اللي هي القاعديه، فهيطلع لونها ايه؟ ازرق. فاي حاجه حمضيه في النسيج لما احطها في الصبغه البيزك، الحاجات الحمضيه هتتصبغ بالصبغه الايه؟ القاعديه، فيطلع لونها ازرق. وبعدين هشيل العينه دي اسيبها تنشف، وبعدين اخدها تاني احطها في الايه؟ في الصبغه الثانيه اللي اسمها اي، اللي هي صبغه لونها ايه؟ احمر. اي حاجه قاعديه في النسيج هتتصبغ بالصبغه الحمضيه اللي اسمها اي، فيطلع لونها ايه؟ احمر. حد فيهم حاجه؟ فانا خدت العينه بقى خالص واروح ابص عليها في الميكروسكوب، هلاقي حاجات متلونه ازرق وحاجات متلونه ايه؟ احمر. اي حاجه اتلونت ازرق يعني اتصبغت بالصبغه البيزك، يعني الحاجه دي اصلا كانت حمضيه. واي حاجه اتلونت بالاحمر يعني اتلونت بالصبغه الحمضيه، معناها ان الحاجه دي كانت ايه؟ قاعديه. برافو عليكم. يعني انا عندي دلوقتي سؤال، انتوا قولوا لي، لما اخد نسيج واعمل معاه الروتين لاب اللي اسمه اتش ان دي واحطه في الميكروسكوب، هلاقي حاجات لونها ايه؟ احمر وازرق. الحاجه اللي لونها ازرق اتصبغت بمين؟ بالصبغه الايه؟ الاتش. والحاجه اللي لونها ازرق اتصبغت بالايه؟
بالهيماتوكسيل، والحاجه اللي لونها احمر اتصبغت بالايه؟ بالايوسين. يعني احنا دلوقتي عند استخدام صبغه الاتش ان دي بيطلع في الاخر كام لون؟ لونين، حاجات بتتلون باللون الازرق والحاجات بتتلون باللون الاحمر. اي حاجه اتلونت بالازرق يعني اتلونت بصبغه الاتش، اي حاجه اتلونت بالاحمر يعني اتلونت بصبغه الايه؟ الاي. فهمنا القصه دي؟ واي حاجه اتلونت بصبغه الاتش اللي هي بيزك يبقى الحاجه دي اسيد. فهمنا؟ واي حاجه اتلونت بالاحمر بالصبغه الحمضيه ده معناها ان الحاجه دي بيزك قاعديه. يعني من الاخر الحاجه بتمسك في ايه؟ في عكسها. عندنا بقى للاسف الشديد احنا عندنا في الهيستولوجي اللون ما بنقولش عليه بلو ريد. يعني انا كنت بكتبها على استحياء وزعلان وانا بكتب كده، وتفتكر قعدت اراجع نفسي. عندنا في الهيستولوجي ما بنقولش حاجه اسمها بلو ريد. عندنا اي حاجه طلع لونها ازرق، يعني مثلا دي خليه صبغناها طلع حاجه لونها ايه؟ ازرق. على فكره عارفين مين ازرق في الخليه مثلا؟ النواه. احكي لك حاجه لو فهمتها يبقى انت راجل النهارده خارج من المحاضره عظيم. انت كده لو فهمت اللي انا هقوله ده تبقى انت كده سابق الناس كلها. بص يا سيدي، النواه فيها ايه من جوه؟ فيها ايه؟ فيها ايوه ها دي ان ايه وايه؟ وار ان ايه. حد عارف يعني ايه دي ان ايه وار ان ايه؟ بص كده هقول لك اختصار الكلمه: دي اوكسي رايبونيوكليك اسيد ورايبونيوكليك اسيد. يعني النواه فيها ايه من جوه؟ احماض. فلما تيجي تتصبغ هتتصبغ بمين؟ بالبيزك بالازرق، فيطلع النواه لونها ايه؟ ازرق. يعني النواه لونها ازرق ليه؟ عشان فيها احماض من جوه. اصل الحاجه اللي فيها احماض تتصبغ بالعكس فيطلع لونها ايه؟ ازرق. فهمنا القصه دي؟ ممتاز. اي حاجه بقى في الخليه لونها ازرق بيبقى اسمها بيزوفيليك. ما معنى كلمه بيزوفيليك؟ يعني لون ايه؟ ازرق. يعني انا مثلا بقول لك النواه لونها ايه، مش هينفع تقول لي مثلا بلو نيوكليس في الامتحان وانت بتكتب في الاساي. هيتصل بيك يقول لك السلام عليكم، انت ايه اللي انت كتبته ده؟ انت قصدك ايه يعني؟ مش هينفع. مفيش حاجه اسمها لون مثلا بلو، لا. هي اسمها ايه؟ بيزوفيليك. حد عارف يعني ايه كلمه بيزوفيليك؟ يعني لون ازرق. خلاص كده. اي حاجه في الخليه يطلع لونها احمر بيبقى اسمها اسيدوفيليك. يعني ايه اسيدوفيليك؟ يعني لون ايه؟ احمر. حتى بص كده، بيزوفيليك بحرف البي معناها بلو، واسيدوفيليك احمر، مع ان ازرق برضه بحرف ماشي مشكله. خلاص. يبقى مين ازرق؟ يعني بيزوفيليك، واحمر يعني ايه؟ اسيدوفيليك. يعني النواه لونها ايه؟ لا هنعيد المشهد تاني. بيزو ايه؟ بيزوفيليك. النواه اهي لونها ايه؟ بيزوفيليك. هنعرف ان شاء الله ان الميتوكوندريا مثلا لونها ايه؟ اسيدوفيليك. الميتوكوندريا بيطلع لونها ايه؟ احمر. حتى تلاقيني في الفيديوهات دي على فكره مراعي الالوان. يعني مش يعني مثلا الحاجات اللي بيطلع لونها ازرق فعلا بحاول احطها لونها ازرق، والحاجات اللي لونها احمر بحاول احطها لونها احمر. فهنا الميتوكوندريا بص محمر اهو، يعني لونها ايه؟ يعني اسيدوفيليك. هتقوم انا قلقان عليكم. في صبغه اسمها ايه؟ اتش ان دي. الاتش ان دي هي صبغه واحده ولا اثنين؟ اثنين. وانا بجيب العينه بحطها في دي واحطها ايه؟ في دي. فالعينه يطلع فيها لونين، حاجات متلونه باللون الازرق وحاجات متلونه باللون الاحمر. اي حاجه لونها ازرق في الخليه يبقى اسمها بيزوفيليك، اي حاجه لونها احمر يبقى اسمها ايه؟ اسيدوفيليك. يعني النواه لونها بيزوفيليك، الميتوكوندريا لونها اسيدوفيليك. يعني لونها ايه اسيدوفيليك دي؟ يعني احمر. ايوه كده، احمر. خلاص. يبقى الحاجات الزرقاء اسمها بيزوفيليك، والحاجات لونها احمر اسمها اسيدوفيليك. اتمنى ان حضرتك تكون فهمت الكلام اللي احنا قلناه النهارده. انت عارف احنا دلوقتي مستعدين ليه؟ ان احنا المحاضره اللي جايه ندرس بقى العضيات. مش حضرتك مش هتتعب. هاجي اقول لك العضيه دي عايزين نبص عليها باللايت مايكروسكوب، فهتبقى متوقع ان حجمها ايه؟ هيطلع صغير. هاجي اقول لك تعالى نبص عليها بالميكروسكوب الالكتروني، هتبقى متوقع انها كبير. هتلاقي نفسك امورك ماشيه ان شاء الله. ربنا يوفقكم واشوفكم على خير. يلا.